من أقدم وأعرق شوارع وسط البلد، أشرف على بنائه كبير مهندسين مصر وبأمر من الخديوي نفسه. شارع قصر النيل. شارع قصر النيل بيبتدي من ميدان التحرير وبيمر بميدان طلعت حرب وبينتهي بميدان مصطفى كامل، وكمان بيعدي منه عدد من الشوارع المهمة زي شارع شريف باشا، شارع محمد فريد، شارع عماد الدين، وبينتهي بشارع الجمهورية. شارع قصر النيل من أكتر الشوارع التجارية في مصر، هتلاقي فيه كل الطراز المعماري القديم. بس إيه حكاية الشارع ده؟ سنة 1882 كلف الخديوي إسماعيل كبير مهندسين مصر علي باشا مبارك بإنشاء شارع قصر النيل. الشارع ده طوله 1250 متر وعرضه 20 متر. بس ليه اتسمى بشارع قصر النيل؟ اتسمى بشارع قصر النيل نسبة للسرايا اللي كان بيبنيها محمد علي باشا لبنته نازلي هانم. وبعد تولي الخديوي سعيد الحكم هد السرايا وبنى سكنات للجيش المصري. وبعد الاحتلال الإنجليزي لمصر استخدمها الاحتلال الإنجليزي كسكنات ليه. وفي سنة 1950 اتهدت السكنات دي واتبنى مكانها جامعة الدول العربية وفندق النايل ريدز. على رغم التغيرات اللي مر بيها الشارع إلا إن الشارع احتفظ باسمه. حتى الكوبري اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت اتغير اسمه لكوبري قصر النيل مع إن اسمه كوبري الخديوي إسماعيل. ده تاريخنا وهيفضل دايما حكايتنا.